في ثوابت علمية تاريخية مؤكدة الزمالك مصمم عليها طول تاريخه، نادرا انه يخرج عليها. زي مثلا الخسارة في الأعياد والمناسبات، دي معروفة طبعا، والفصول الباردة بعد أي بطولة يحققها، ده برضه طبيعي. وأخيرا ودي بديهية برضه، إنه ما بيقبلش هدايا من حد. يعني إياك يلعب مباراته ورا ماتش الأهلي ويكون الأهلي متعادل أو خسران مثلا، بيلبس في الحيطة وش من غير أي حزام أمان. وبما ان الاهلي والاسماعيلي تعادلوا قبل مباراه الانتاج على طول، يبقى طبعا الزمالك لازم يستغل الفرصه دي ويخسر. الزمالك بيبدا المباراه بطريقه 4-2-3-1، جنش في حراسه المرمى، قلبين دفاع الونش وشوقي السعيد، على يمينهم اسامه ابراهيم وعلى شمالهم الناشئ المبشر بكل خير احمد فتوح. اتنين ديفندرات محمود دونجا وابراهيم الشفاف الشهير بابراهيم صلاح. قصادهم ثلاثة، مصطفى فتحي وينج يمين، وفي القلب محمد ابراهيم، وفي الشمال ستانلي اللي بيقضي مع حلمي فترة عقوبته جنب الخط لغاية ما تخلص مدة اعارته، تحت مهاجم محترم حسام باولو. بداية المباراة عبارة عن صربعة زملكاوية مصحوبة بكم لا بأس به من الميس باص مع تاتش ثقة، مش شايف له أي أمارة من بداية الموسم. ومع الكوكتيل الجميل ده كان لازم يختمها الونش بكوبايه فخفخينه يطفحها لجمهور الزمالك العشمان في المكسب، ويفتح الطريق بفزلكته اللي لا مكانها ولا اوانها، مش بس الفوز الانتاج بالمباراه، لا ده فتح طريق الاهلي للفوز بالدوري. وخلينا واقعيين، وطبعا الجون اللي جه على سهوه ده زود حاله الصربعه اللي موجوده اصلا من بدايه الماتش. شعاع الامل الوحيد كان عند حسام باولو اللي اتحرك في كل مكان وعمل قلق لمدافعين الانتاج، وبذل جهد مضاعف عشان يعوض بيه نقص الكرات اللي بتوصل له بفعل فاعل هم الثلاثه اللي تحته. امل؟ مين قال امل؟ وحاسس فيهم بابتسامة امل. انسوا. بيجي ابراهيم الشفاف فجأة ومن غير أي لازمة يعمل فاول ملوش 30 لازمة قصاد ال 18 لتتواصل اللغوصة، وما تفهمش الجنش وقف الحيطة ازاي وهو واقف فين وليه عشان يلبس الزمالك الجون التاني. مين طفى النور؟ وباقي الشوط الاول تحولت الطريقه ل 2-1-6، 2 على دايره السنتر قدامهم دونجا و6 في ال 18. حد يقول لي كده ناقص واحد، هقول له ما انا قلت لك من الاول ابراهيم صلاح شفاف، اللعيبه بتعدي من بطنه. بيعمل ايه ابراهيم معرفش، بس الاكيد اللي بيعمله ده ملوش علاقه بالكوره ولا في مصلحه الزمالك. وقبل نهايه الشوط الاول شوطه روعه من المبشر بكل خير احمد فتوح، تضرب في العارضه وترد الباولو عشان ربنا يكافئه على مجهوده باول جون له مع الزمالك، وعشان يرد الروح شويه في جمهور الزمالك. معلش غلابه ما كانوش يعرفوا اللي مخبيه لهم محمد حلمي في الشوط الثاني. شوط تاني بطله محمد حلمي بلا منافس. الصراحه اللعيبه نازلين عندهم النيه لتغيير النتيجه وتحقيق التعادل والفوز، خصوصا ان توقيت جون باولو رجع الامل. بس الحاجه الوحيده اللي لعيبه الزمالك ما عملتش حسابها هي نيه الكابتن حلمي نفسه. الانتاج اتحول في الشوط الثاني لفريق من شمال افريقيا، تضييع وقت واستفزاز لعيبه الزمالك من جوه الملعب ومن دكه الاحتياطي من بره، وفعلا صدروا جو توتر شمال افريقي في الملعب. فشويه تلاقي خناقه جوه الملعب وشويه بره، يتخللهم شويه هجمات عشوائيه زملكاويه بتتكسر قصاد فريق قرر يقضي الشوط كله في منطقه جزائه، ولعل وعسى يقدر يخطف جون ثالث لو ربنا كتب لهم يوصلوا النص الثاني الفاضي تماما من الملعب. طب يا عم الحاج، ستانلي اللي انت بتعاقبه جنب الخط ده لو فضل يلعب في المكان ده لسنه 2030 ولا هو ولا احفاده هيعملوا حاجه، يتدخلوا جوه الملعب يتغيروا لان مش ده مكانه. بالاضافه ان كل الفرق خلاص زنقاه باتنين على الاقل جنب الخط، فالراجل بيقضي عقوبته انفرادي على الخط. 20 دقيقه لا في تغيير ولا حس ولا خبر من عم حلمي، لدرجه اني افتكرت ان راحت عليه نومه. وكان نفسي حد من اللي في الملعب سواء على الدكه او في المدرجات يصحيه ويقول له قوم ياخد بقه ميه ويعمل تغييرات قبل الدوري ما يخلص. واخيرا صحي حلمي من النوم، ويا ريته ما صحي. طب لعيب بتلعبه مش في مركزه، ومحمد ابراهيم في مركزه الطبيعي في النص، تقوم تطلع اللي بيلعب في مركزه وتنزل واحد بيلعب مكان ستانلي؟ والحقيقه والشهاده لله، لو حد قال لي شوقي غريب يعمل تغيير للزمالك عشان يضمن بيه فوز الانتاج، هيطلع حسام باولو وينزل احمد جعفر. ولغايه الماتش ما خلص ولغايه دلوقتي مصر كلها بتسال هو فعلا طلع باولو ونزل احمد جعفر؟ الاجابه ايوه. لا النت وحش ولا الدش باظ ولا الريسيفر هنج، فعلا كابتن حلمي صحي من النوم عمل تغييرين خلص بيهم على الماتش، ومن ساعه جعفر ما نزل المتوقع حصل بالظبط. الزمالك كمل المباراه بلا راس حربه. مصر شافت كلها ان الانتاج في نص ملعبها، فحلمي قرر يحط التاتش بتاعه ويعمل تبديل، يطلع الباك اليمين اللي المفروض يعمل اوفرات لجعفر، اللي المفروض نازل ياخد بدماغه بس للاسف ما اخدش، الجمهور هو اللي خد في دماغه. طب ونزل مهاجم على كده؟ لا نزل نص ملعب مدافع بس هيلعب باك يمين الصراحه.
وتحول الملعب الى هرجله هجوميه من الزمالك مع رخامه دفاعيه من الانتاج، وشوقي السعيد بقى بيلعب معظم الوقت جنب جعفر راس حربه تاني يعني. ما هي ظابط بقى. يلا. وبالنسبه للدفاع حضرتك مين فين؟ لا، نص ملعب الزمالك تحول الى صحراء جرداء ما فيهوش صريخ ابن يومين غير جنش. اللي عمله الكابتن حلمي في الشوط الثاني ده كتير على صحه واعصاب اي زملكاوي الصراحه، فكان من الطبيعي تنتهي المباراه بخساره الزمالك بفعل فاعل. عاوزين حد يروح لطارق حامد البيت يقول له اللي حصل لنا في غيابه. الغريب والعجيب ان الزمالك وهو بيمتلك اقوى خط وسط في مصر في وجود طارق حامد بيلعب ب3 ديفندر، ولما طارق اللي بيقوم لوحده بخط الوسط بيغيب بيلعب ب2 ديفندرات، ولا حول ولا قوه الا بالله. من اهم مكاسب المباراه دي اني اتاكدت ان محمد حلمي دمه خفيف.